صباح الجمال، رمضان كريم وكل سنة وانتم بخير. مستمرين مع حضراتكم في سلسلة أكلات اقتصادية في الليالي الرمضانية، وحكايتنا النهاردة عن البسبوسة اللي هتحلي أيامنا بإذن الله. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. في بولة فاضية هنزل بنص كيلو من السميد اللي هو دقيق البسبوسة، هنضيف عليهم 50 جرام من جوز الهند وكوباية كبيرة من السمنة المحفوظة بدرجة حرارة الغرفة. نقلب المكونات كلها لحد ما السميد يشرب السمنة كلها ويكون بالشكل ده. للشربات هحتاج كوباية ونص من السكر بنفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها قبل كده. هضيف عليهم 3 كوبايات من المية، شريحة من الليمون، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وممكن نستبدله بعسل أبيض. ولازم الشربات يكون خفيف معانا مش تقيل قوي. هقلب المكونات كلها وبعدين ارفعهم على النار واقلبهم تقليبة واسيبهم ياخدوا غلوة. في حلة على النار هنزل بكوباية من اللبن، كوباية من السكر، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وده اللي هينقل الطعم في حتة 5 أو في حتة 6 على حسب التقليب. هنقلب المكونات كلها على نار متوسطة لحد ما الخليط يدفى معانا مش يغلي. بعدين انزل بقى على السميد واستمر في التقليب لحد ما اتاكد ان السميد شرب الخليط بالكامل. طاسه تيفال مقاس 30 هدهنها دهنه سمنه وانزل بالبسبوسه في النص وافردها باطراف الاصابع ثم بكلوة الايد لحد ما تستوي معانا، وادخلها الفرن المسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني لحد ما الاجناب تاخد الوش الذهبي. بعدين هطفي الفرن واشغل الشوايه لمده دقيقتين، واول ما تطلع من الفرن هسقيها على طول بالشربات، ولازم يكون دافي. وبكده يكون جاهز معانا احلى صينية بسبوسة ممكن نعملها في البيت ونحل بيها ايامنا. في النهاية لو عجبك الفيديو او ما عجبكش دوس لايك واعمل فولو وشير. ربنا يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم.